هلا هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا اني اشكركم كلش هواي على تفاعلكم ويا الفيديوهات ولايكاتكم الحلوة. الله لا يحرمني منكم ان شاء الله. اليوم سوينا الكشري المصري مثل ما تشوفون هنا، دا اذوقه يخبل والله. هاي مكوناتنا طبعا، اللي هي بصل شرائح، تمن مصري منقوع، شعرية، والعدس الأسمر. شوفوا هاي مكوناتنا. هنا مناقعته إلي 4 ساعات تقريبا، وأكيد المعكرونة. خلينا نشع طبعا على البصولات حتى نقليهم يطلعون مقرمشات. هنا نضيف الزيت بس مو هواية، يعني كمية معقولة. نفس الزيت هذا راح نستخدمه بكل الطبخ حتى ينطي نكهة كلش طيبة. هاي هنا خلينا أول وجبة بصل. طبعا أريدكم شوي تشيرون الفيديو، تعطون لايكات، كملون الفيديو للأخير، ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء حتى يجينا أكبر عدد ممكن من المتابعين، تكبر عائلتنا بيكم. وشنو تحبون أنزلكم طبخات قولولي، يعني شنو اللي ببالكم. باعوا شلون تكرمل البصل عندنا هنايا. هاي نطلعه، خلي وجبة ثانية طبعا لحد ما نكمله كله. يلا نبدي نسوي الكشري. طبعا هاي هنا خليت وجبة ثانية. طبعا والله طلع كلش طيب، كلش يعني أول مرة أطبخه بهيج طعم طيب على هاي الطريقة. يعني شلون أقول لكم، أنا يعني عراقية وأول مرة أطبخ كشري مصري، فلازم إنه البشر واحد يعني ما ياكل طبخة راح يستغربوا وكذا، بس أنا بالعكس حبيته كلش. إحنا أخذنا زيت مال البصل، خلينا الشعرية نعطيها حمسة طبعا. فهنا لما تتكرمل الشعرية هيجي مو كلش يعني تتحمر، نخلي عليها العدس. شنو تحبون أسوي لكم طبخات، أكلات عربية غربية، شنو اللي تحبون، عراقية؟ كتبولي بالتعليقات، وأهم شي تكملون الفيديو للأخير. أهم شي هاي، كملون الفيديو للأخير، تعطوني لايك، كومنت حلو مثلكم. هنا الشعرية شلون تغير لونها، خلينا عليها العدس. طبعا هذا اسمه العدس الأسمر، هو خاص بالكشري، كلش طيب، أطيب من الأصفر مثل ما تشوفون. احجولي يعني انتو شنو تحبون أسوي، شنو تحبون أطبخه، شنو تحبون حلويات أسوي لكم. جاء على بالي أسوي آيس كريم جديدة من دون حليب، من دون أي شي إضافي، يعني من مكونات بالبيت موجودة. إذا تحبون أنزلها قولولي. هاي هنا خلينا التمن المصري طبعا والعدس، راح نضيف بس ملح ونغطي. طبعا ما ننسى المي. هاي المعكرونة سلقتها، تاخذ هيجي دقيقتين 3 وأضيف السباكيتي وياها. ضفنا السباكيتي هنا. ما نضيف لها أي شي، بس شوية زيت وملح. الزيت حتى ما يخليها تلزق وحدة ويا اللخ. هنا استوت، ولا وحدة لازقة ويا الثانية. شوفوا ايش قد حلو.
هناك صفيناها هسه وخليناها تبرد. هنا خلينا الزيت والبصل، طبعا الزيت نفسي اللي قلينا بيه اول شي. هاي هنا راح نسوي الصلصة الحمراء. اضيف الزيت والبصل احمسه وادب له معجون. اكو بيهم يسوونها اثنين في واحد، يعني الصلصة البيضة والصلصة الحمراء سوا. اني اسويها مثل المحلات، الصلصة الحمراء واحد والصلصة البيضة واحد، اللي يسموها الدقة. هاي الصلصة الحمراء والثانية الدقة. هنا نضيف لها كوبين مي فات. مثل ما تشوفون راح تطلع كلش طيبة. هنا منصين على التمن الكشري، منصين عليه كان يتهدر، مستوي هو بس يتهدر. هنا اني خالة ثوم وكمون وشطة شوية وخل وملح ومي. كاسرت المي والخل، يعني 3/4 الكلاس خل، ربع كوب مي على هاي المكونات. هاي الدقة هاي تغير لونها هنا عندي لأنه ضفت لها شوية شطة حمراء. وطبعا نسيت أصوركم الشطة الزيت، كلش طيبة والله وياه. هاي هنا الكشري باعوا شلونه يخبل، لا معجن ولا شي. هسه نبدي نصب. طبعا لا تنسون الاشتراك بالقناة. أحبكم كومة كومة كومة، أحبكم وأشكر كل من تابعني من جديد، جديد وقديم. هاي هنا بدينا نصب. طبعا أنا خليت هنايا فول وحمص سوا. هاي السباكيتي والمعكرونة والفول والحمص والبصولات. هاي هنا شطة زيت والصلصة الحمراء. وهاي الدقة. سهمكم العافية يا ربي، وجربوها والله كلش كلش طيبة. مع